السلام عليكم. وعليكم السلام، اتعرف بيك. حسن رياكت معايا. ازيك يا استاذ حسن، اخبارك ايه؟ الحمد لله، اخبارك ايه؟ الله يكرمك. اتفضل. انا كنت بس عاوز اتكلم في الاحداث اللي دايره دي. انا معلش مش هشوف كومنتات خالص لان انا لسه عامل عمليه في عيني، فطالع لا، من الف غير ما سلامة اشوف اي عليك، حاجه. انا الف طالع بس سلامة، لا اتكلم الف سلامة واوضح عليك. حاجه وانزل. الله يسلمك. اتفضل. بالنسبه للناس اللي طلعت اتكلمت، اذا كان هشام او ام مروه او خالد، وحد بيقول معارض ومؤيد ان سلمى تاخد العيال وسلمى ما ينفعش تاخد العيال. دايما محمد بقاله اكتر من سنه بيحاول ياخد ابنه مالك، مش عارف ياخده، وبتقوله لو انت ذكر تعالى خده وما تقدرش تيجي تاخده، ولو جيت تاخده هتمشي من هنا مش عارف ايه، ولو جبت حكومه بلدك كلها مش هتعرف تاخد حق ورا ربط. احنا ممكن نمشي الموضوع ده. زي ما بيقول كده، اللي بيحصل دلوقتي ممكن يحصل معاك بعدين. ده لو هي فعلا بتجري على موضوع العيال. فحته ان هي تاخد العيال، انا اقول لحضرتك على حاجه. اول ما القضيه، اول ما اللي حصل ده حصل، الحادث ده اول ما حصل، فتحت لايف. اول لايف هي فتحته. وكمان عاوز حضرتك تسالها سؤال لما هي تيجي، لو جت عندك تاني يعني، وده ما اعتقدش انه يحصل. لو جت عندك تاني عاوزك تسالها، قول لها هو ليه انت ليه ليه. ليه ما تعتقدش انه انا اللي يحصل بقول لك، ليه؟ لان هي هتخاف من الاسئله اللي انت ممكن تسالها تاني. تنضم لينا عبر الهاتف مدام سلمى. مدام سلمى، مساء الخير، اهلا وسهلا بيكي في مهمة خاصة. اهلا بحضرتك استاذ احمد. اهلا بيك مدام سلمى. مدام سلمى، يمكن احنا استعرضنا مع الاستاذ حسن رياكت، احد الناشطين على السوشيال ميديا وتحديدا على منصة اليوتيوب، وايضا الناشطين والمتخصصين في القضية. يعني ربما هو عبر عن معلومات كتير وقال معلومات كتير وصرح بمعلومات كتير بالامس تخصك. تمام. قول لها حضرتك انت ليه مسحتي اللايفات اللي كانت قبل الحادث بيوم. هي امبارح لما طلعت معاك بتقول لك هو في بني ادم يحرض بني ادم يوم الواقعه وفي نفس الوقت. قول لها طب انت ليه مسحتي اللايف او عملتي اللايف اللي كان قبل الحادث بيوم؟ ليه عملتيه غير مدرج، او ليه عملتيه خاص، او ليه مسحتيه؟ المهم ان هو ما بقاش موجود. اكتر من 5 لايفات قبل الحادث على طول، ال5 لايفات دول اتمسحوا من على القناه تماما. قول لها ليه. قول لها انا عايزك بس تقول لها انت ليه ممكن تمسحي لايف مع انك ست محترمه وما بتقوليش اي حاجه خالص. زي ما امبارح، انت امبارح سالتها قلت لها هو انت كنت بتسبي عرض مرات محمد؟ قالت لك حاشا لله، انا عمري في حياتي ما حصل. مع انها كان ممكن انت تسالها سؤال اصعب شويه. قول لها إن لو جت برضو مع حضرتك تاني، يا ريت يعني ممكن انت تنسى الكلام ده فممكن تكتبه. قول لها لا هو لا لا، انت ما ليه بنساش طلعتي. حاجة انا خالص. قول لها مدام سلمى، حضرتك انا عاوز اسالك سؤال. هو انت ليه طلعتي قلتي ده فارس وآسر بيتحرشوا ببنت اسمها ريماس اللي هي بنت حوريه اللي عندها 8 سنين؟ ليه قلتي ده؟ ليه اتهمتي عيالك بالتحرش مع طفله في سنهم؟ ليه قلتي على فارس وآسر ان هم بيعملوا مع البت دي 1 2 3 كل يوم؟ ليه طلعتي قلتي لما محمد كانت مره قاعده في لايف، جت قعدت على رجل محمد، قالت ده بيقعد البت عشان يعمل فيها الشيء الفلاني؟ مش هقول لك بقى ده بتمسك حوريه. اصل حوريه محمد بيطلع يشتم سلمى وبيسبها، فهي ممكن ترد ده بده، فاهم قصدي، في مراته. لكن دي كانت بتمسك اطفال. بنت عندها 8 سنين كان بيتهتك عرضها يوميا، وكانت بتتهم عيالها اللي هي هتموت عليهم بانهم بيعملوا لا مؤاخذه علاقه غير شرعيه مع البنت. حضرتك لا ممكن اله الا تسالها الله. الكلام ده مع انها هتكذب، بس انا بقى وقتها طلعني قدامها وانا سمعك ده بصوتها. انا مش هبعته لحضرتك غير لما هي تطلع وتقول لك ما حصلش. زي ما هي امبارح قالت لك ما حصلش على كام سؤال انت سالته. هل حضرتك شايف الامور وهي احسن الوحشين والكلام ده؟ هل انت شايف ان ممكن ايه الموضوع دلوقتي يا استاذ احمد هو متاخد تحدي؟ انا مين هينتصر على مين؟ اذا كانت حوريه واخده تحدي مع سلمى اللي انا هنتصر عليكي وهخليكي تزحفي التراب وممكن ما تاخديش عيالك، وسلمى نفس الحوار، مش عشان قلب الام لا. هقول لحضرتك اكبر دليل على كده ايه. انت المفروض اي ست طبيعيه في الدنيا، بما ان بقى مدام مروه بتقول لك او ام مروه بتقول لك ايه، انا ست بعمل كذا وانا مهما كان ودي فطره الامومه طبيعي. الغريب اللي احنا بنشوفه من مدام الاستاذه سلمى، ده الغريب. لكن الفطره الاموميه دي في اي ام في الدنيا، غير الامهات اللي بيبقى حاله شاذه زي اللي انت بتسمع بترمي عيالها والكلام ده.
فتحت اول لايف بعد الجريمه اللي المفروض طبيعي تفتح وتصوت وتخرب الدنيا. فتحت لايف كانت بتتكلم عادي وبتقول لك لازم نجيب حق محلاوي. طب انت ماشي بتدوري على حق اخوكي، عيالك بقى فين؟ ما اتكلمتش عليهم. اتكلمت عليهم امتى حضرتك؟ لما لقيت واحده متابعه ليها داعمه ليها واكبر داعمه ليها بالملصقات وبالهدايا وباللطقم الذهب في سبيل الشتيمه والسب. حتى الداعمه نفسها بتكتب بتنزل بملصقات بيتقال يا حرحر، يا انا اسف يعني، يا ركلام والكلام ده. انا اسف للكلام ده يعني، بس انا بحاول اقول لك بيتقال من الداعمين نفسهم. ولكن لما شافت الداعمه بتطالب بان سلمى لازما تروح تعمل كذا، فتحت لايف قالت انا عايزه وتنضم عيالي. لينا عبر مع إن ده الهاتف المفروض مدام يطلع منك انت، سلمى. ما مدام تفهميش ان سلمى حد مساء يطلع الخير، اهلا منك. وسهلا بيكي في مهمه خاصه. اهلا بحضرتك استاذ احمد. اهلا بيك مدام سلمى. مدام سلمى، يمكن احنا استعرضنا مع الاستاذ حسن رياكت احد الناشطين على السوشيال ميديا وتحديدا على منصه اليوتيوب، وايضا الناشطين والمتخصصين في القضيه. يعني ربما هو عبر عن معلومات كتير وقال معلومات كتير وصرح بمعلومات كتير بالامس تخصك. اعتقد ان حضرتك اطلعتي على كل هذه المعلومات اللي قالها، وبالتالي انا عاوز اناقشك فيها. اما لو كان عند حضرتك ردود عليها بشكل مجمل فاتفضلي حضرتك جاوبينا. انا ممكن ارد على نقطه يا استاذ احمد لو وقت حضرتك يسمح. لا يسمح جدا يا فندم، والجمهور والمتابعين والكل مستني ردك. اتفضلي. تمام، انا مش هفوت نقطه من اللي قالهم، فاسفه طبعا للاطاله في البدايه. ده اولا. ثانيا انا بشكر حضرتك جدا لسعه الصدر. طبعا احنا عاملين لك دوشه، كلنا كل الاطراف عامله لك دوشه. لا خالص والله، خالص احترام وذوق حضرتك ربنا لاستضافتنا وسعه الصدر. لا تحت امرك. اول حاجه انا بس حابه قبل ما ابدا كلام، علشان الناس اللي بتقول روح شوفها في قناتها بتتكلم ازاي وبتعمل ازاي واسلوبها ازاي، انا هقولها بمنتهى البساطه. البني ادم لما بيقعد في بيته بيقعد لابس براحته، لما بيقعد في بيوت الناس بيبقى بيوت الناس ليها حرمه. فاحنا على منصه اعلامي محترم لازم نحترمه، لان احترام منصته من احترامه. لما نبقى في منصتنا او في بيتنا لساننا فلت، اتعصبنا، غيره وغيره، ده بشكرك على هذه المجامله يا فندم، ربنا يخليكي. شكرا. الله يعزك. فانا يعني واجب عليا احترام منصتك، مش تمثيل ولا حاجه. انا لساني ساعات بيفلت، ساعات بتعصب، ساعات بزعق، بس لما اكون في مكان مع شخص محترم لازم احترمه. في مكاني هبقى على حريتي. على دماغي، تسلمي. الله يخليك يا استاذ احمد. تمام. الاستاذ اللي طلع مع حضرتك اول حاجه بدا بيها قال لك يوم الحادثه سلمى ما طلعتش اتكلمت غير لما داعمه قالت لها ولادك هاتيهم ولازم تجيبيهم، واللي طلعت قالته انا عايزه حق اخويا اللي هو المحلاوي. مظبوط؟ مظبوط. طيب نتكلم بالدليل. منذ 3 ايام البث اللي اتفتح اول بث اسمه ولادي هترجع رغم انفك يا حرحر، تمام؟ يوم 7 يوليو 2024 في نفس يوم الحادث، بعد الحادث تقريبا بساعتين زمن. ده كان عنوانه. الاستاذ اللي بيقول لك هي ما اتكلمتش، ده كان اول بث بعد الحادث بساعتين، ما زال على القناه بشكل عام. ولادي هترجع رغم انفك يا حرحر. ممكن الناس تروح تتابعه، عليه 40,000 مشاهده في 3 ايام. كان مغزى البث ده عنوانه، كان مغزى البث طبعا عن حق اخونا محلاوي وان احنا مش هنسيبه وان القضاء عادل، ولكن كان اساس البث ان احنا اتصلنا بيها واتصلنا بنجدة الطفل، واتصلت بيها هي شخصيا مرة واتنين. احمد كلمها، احمد زوجي كلمها، وبلغتهم ان انا قبل ما اطلع بس تواصلت مع خالتي، وخالتي تواصلت معاها وقالت لها محمد بخير وفي مشوار مع اخويا والولاد معايا، وقفلت السكه في وشها. ده اول دليل بالصوت والصوره يا استاذ احمد ان الشخص اللي طلع معاك اول نقطه عنده كاذبه. يبقى تمام. يبقى تمام كده. واحنا حاطين لحضراتكم ايضا لينك البث، يعني لينك هذا البث او الرابط الخاص بهذا البث موجود في الديسكريبشن في الوصف تحت، تقدروا حضراتكم تطلعوا على البث بالتفصيل. لا هي امبارح وهي بتقول لك جوزها متشحطط عشان خاطر العيال. لا هو اول ما جوزها اتكلم مع حوريه في بعد الواقعه لما طلعت اتكلمت عشان خاطر الداعمه، اول ما هي كلمت حوريه هل بالعقل يا استاذ احمد افتح لايف اقول لك يلا يا ابن المره الكذا ويا اللي فيكي كذا وكذا وكذا، في نفس الوقت اروح متصله على رقمك تروح قايله لها ايه يا حبيبه قلبي يا حوريه بعد اذنك انا عايزه العيال؟ والله المفروض ان حوريه تقول لها حبيبه قلبي يا لومه تعالي، وهي لسه بتسبها دلوقتي حالا. جوزها راح خاطف التليفون منها بيقول لها بقول لك ايه مش ناقصه شر
اللي هي الشين دي مش عايز اكمل، العيال تروح عند كذا فورا. هل بالطريقه دي ممكن حد يدي العيال لحد مثلا؟ هل دي طريقه بني ادمين عاوزين عيالهم؟ معلش انا عاوز رد على الكلام ده. هل دي بني ادم عاوزه عيالها؟ لا. العيال دول يا استاذ احمد ما الا لو راحوا عند الست دي مش هيشوفوا غير ذل واهانه عشان بس اختار ابوهم في يوم من الايام. حضرتك هي لحد امبارح بتقول لك العيال بيقولوا احنا مش عايزين نروح لها، فدلوقتي بيقولوا ايه؟ حتى لو انا سالتك هتقول لي ايه؟ يا حسن الواد عنده 9 سنين و8 سنين، هل يتاخد بشهاده عيال في سن زي ده؟ هقول لك لا طبعا، صح كده؟ ما ينفعش العيال يقولوا لا ده انا رايح لبابا، بمجرد ما يقول لي وهو لسه ما يعرفش حاجه عيل بشخه اروح مديهوله، صح كده ولا لا؟ فلما بيقولوا العيال مش عايزينك، قالت لا العيال ما لهمش حكم يقولوا او لا. طب ما انت استاذ حسن هو شهاده الولاد في السن ده بيؤخذ بها على سبيل الاسترشاد. طيب اتفضل. هي انا بقول لك على التناقض في الكلام، ان هي سمعت كلام العيال من سنتين فاتوا، يعني العيال دلوقتي مع باباهم من سنتين هي ما شافتهمش. لما العيال بمجرد يعني العيال دلوقتي عندها 8 سنين ولا 9 سنين، لما كان عندهم 6 سنين و7 سنين بتقول لك بمجرد ما قالوا لي عايزين بابا اديتهم لهم، انا اديت العيال لابوهم بموافقه العيال. طب اشمعنى العيال دلوقتي يتاخد بشهادتهم في الوقت ده ودلوقتي تقولي ده ما يتاخدش؟ فكلها مصالح في ان انا ما كنتش عايزاهم دلوقتي لان جوزها طلع وقال انا مش هربي 3 عيال لواحد ناطع وراجل كذا، انا اخري واحد بس. وطلعت هي قالت انا مش ملزم انه يصرف عليا. هل حضرتك في ست في الدنيا تتسأل سؤال طبيعي جدا انت متزوجه ولا لا في ظل الاولاد يروحوا عند مين؟ تقول لك انا اتمنى عن الرد. هو حضرتك كنت بتقول لها وزنك كام ولا طولك كام؟ معلش ده انت بتسالها سؤال طبيعي جدا. هقول لحضرتك ليه؟ لانها لما اتطلقت رجعت بورقه عرفي عشان ما يبقاش ليها ورق عند الحكومه ان هي متزوجه، لان محمد كسب قضيه ملك ابنه بالدلائل اللي انت اتكلمت فيها امبارح، بشرب البيره، بسب الاعراض، بتطليع الواد معاها وهي بتسب عرض ابوه عرض حريه، بان الواد بيطلع الصغير اللي عنده سنتين بتفضل تقول ده انا مربيه عيالي. في يا استاذ احمد واحده تشوف ابنها مرجع وابوه مطلع الصوره على الناس تقول له ايه القرف اللي انت مطلعه لي ده؟ انا ذنبي ايه لما اشوف مناظر مقرفه زي اللي انت مطلعه لي ده؟ اي ام في الدنيا بتاخد الترجيع بتاع ابنها على ايديها، بتاخده على وشها. اي ام، ده ده انا بكلمك عن الناس الطبيعيه يعني، بس انا بكلمك اللي صادر من الست دي في حاجات كتير. اضيف لك من الشعر بيت انها بتطلع تقول انا عارفه ان فارس واسر بيتابعوني وبيتفرجوا عليا كل يوم. هل ام طبيعيه تطلع تعمل اللي هي بتعمله ده وتحط مقارنات ما بين عيشه مالك وتقول شوفوا العيال متسولين ازاي، وتخلي جوزها يقول ده شويه متسولين، شويه عيال مش لاقيين ياكلوا، شوف مناظرهم عره، شوف وهي عارفه ان العيال بتسمع؟ ده انا بقول لك برضو على كلامها. هل ده طبيعي؟ مش طبيعي. اتفضلي النقطة الثانية يا مدام سلمى. تاني نقطة هي كانت في المداخلة معاك قالت إن جوزها في الاسم بيجيب العيال ومتشحطط. ده ما حصلش مني يا أستاذ أحمد، أظن دي مداخلة متذاعة على قناة حضرتك. أنا قلت المحامي بتاعي في الاسم وفي المديرية من صباح ربنا. أنا ما جبت سيرة جوزي في الاسم خالص. تقدر حضرتك تراجع مداخلتي في القائي معاك وهات لي الكلمه ديت. فدي تاني نقطه هو بيكذب فيها، وبيكذب فيها في حاجه من على قناه حضرتك. انا ما حصلش مني او صدر مني ابدا ان انا قلت جوزي متشحطط في الاسم من الصبح. وايضا لينك ورابط هذا البث المباشر اللي كانت معانا فيه مدام سلمى في اول ظهور ليها عندنا موجود ايضا في وصف الحلقه. اتفضلي النقطه الثالثه. ثالث نقطة اتصلت بحورية تقول لها عايزة العيال وهي مؤدبة وهادية وبعد إذنك يا مدام حورية وزي ما تكون كانت هتحضنها. هل ده أسلوب واحدة عايزة عيالها؟ لا حضرتك، أنا المفروض أتصل أقول لها عيالي فين يا بنت وبنت بنت بنت. ده مش أسلوب إلا واحدة عايزة عيالها. حتى لو أنا بتعصب في قناتي أو اتضايقت أكتر إن هي مرضتش تسلم الأولاد لأهلي، ده يدل عن التربية. ان انا لما اتصل بحد على تليفونه ابقى عارفه احترمه حتى لو بيني وبينه خصومه. فده كان اكبر دليل ان انا عايزه عيالي ومش متصل عشان افتعل معاها مشكله او عداوه. هو بدون قطع حديث حضرتك الموضوع باختصار هم فرقه مع بعض، تمام؟ اللي معاهم حبيبهم،
اللي مش معاهم. يعني انت النهارده حضرتك مثلا فكرت ان انت تسمع لواحد واحترمته وقلت رايك، والله رايك ده لو مش في صالحهم يهجموا عليك ويبداوا بقى يلعبوا معاك جميع الالعاب الوسخه. ايه هي بقى الالعاب ديت؟ وانا اسف على اللفظ ده، بس هي ما يتقالش عليها غير الكلمه دي. انت مين؟ معلش انا اسف، يعني انت مين؟ انت مين؟ انت تعرفني ولا انا اعرفك عشان تقعد تشتم فيا وتشتم في اهلي كمان؟ انت مين؟ انت مين عشان اصلا في يوم من الايام تغلط في شرف سلمى؟ انت مين؟ انت اتحكمت على البشر، انت اديت حكم عدل على البشر وتقول ده بيخون وده بينام وده بيعمل وده بيسوي، في حين اللي انت كل عبر الدنيا فيك. وشقه في اكتوبر وشقه في المنصوره وعربيه ب 2 مليون جنيه، ده انت قاعد تعد عليا املاكنا بقى.